السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناة محمد الدهشان. فيديو جديد وحصري على قناتي. بتمنى كده في البداية نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. وصباح الجمال على كل اخواتي المحترمين اللي بيتابعوني، وصلوا على النبي كده في البداية، قولوا عليه الصلاة والسلام. عايز ابعت رسالة في البداية لجوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك ولاعيبة الزمالك والاعلام الزمالك والجمهور الزمالك وكل من هو زملكاوي. اوعى تزيد واوعى تآمن لمارسيل كولر. يعني اوعى فوزك على الاتحاد امبارح يديك ثقة زيادة عن اللزوم، واوعى الاخفاقات اللي بيقدمها لعيبة الاهلي في الدوري المصري في اخر 3-4 ماتشات مع النادي الاهلي، اوعى الاخفاقات دي تخش عليك. مارسيل كولر ده مدير فني مش هتعرف تجيب قراره يا جماعة. ده بالدليل مارسيل كولر ده واجه الزمالك 4 مرات نهائي سوبر. اول ماتش ليه مع الاهلي او اول قمه ليه مع الاهلي امام الزمالك كان نهائي سوبر، فاز علينا 2-0. بعد كده الدور الاول في الدوري المصري السنه اللي فاتت فاز علينا 3، الدور الثاني فاز علينا 4، وفي الكاس وهم وحشين وهم بيلعبوا على الواقف فازوا علينا 2-0. طيب انا هنا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان الراجل ده مخادع. الراجل ده مخادع جدا. الراجل ده انا قعدت كده اقلب في ماتشات الاهلي والزمالك، في الماتشات اللي مارسيل كولر بيدرب فيها النادي الاهلي، لازما قبل ماتشات القمه ما بين الاهلي والزمالك لازما الاهلي يكون متعثر. ده مع مارسيل كولر بس. يعني الاربع مواجهات اللي مارسيل كولر واجه فيهم الزمالك كان دايما الاهلي بيبقى متعثر قبل ماتشات القمه في الدوري. سبحان الله، كان نفس النتائج الاهلي بيقدمها، في اخفاقات في فرقه النادي الاهلي وفي تراجع في المستوى البدني والفني للعيبه، يجوا عند ماتش القمه يرزعونا. فانا بقول لك اوعى تنخدع في مكر مارسيل كولر. والدليل تعالى ارجع كده بالذاكره من 3 اشهر بالظبط، مش هاخدك لبعيد قوي. الاهلي كان رايح يلعب كاس عالم للانديه امام اتحاد جده. الاهلي كان بيقدم مستوى زي الزفت، كان في اخفاقات في المستوى طبعا، اللعيبه ما كانتش مركزه، مش دي ما كانتش لعيبه الاهلي، لدرجه ان جمهور الاهلي قال لمارسيل كولر احنا هنروح نعمل ايه في كاس العالم للانديه. الاهلي راح كاس العالم للانديه قلب الدنيا. ليه؟ كان في اخفاقات قبل منها. الاهلي لما بيحصل له اخفاقات قبل الماتشات الكبيره الاهلي بيرجع في الماتشات الكبيره. طب هل يا ترى الراجل ده بيعمل كده عشان بينيمنا؟ الله اعلم. بس الراجل ده قبل اي ماتش قمه ليه امام الزمالك لازم يحصل للفرقه ضرب ويحصل لها اخفاقات ويجوا عند نادي الزمالك يفوقوا ويقدموا ماتش عالمي. وانا بقول لكم من دلوقتي النادي الاهلي يوم الاثنين القادم هيعمل ماتش كبير امام نادي الزمالك. لو ما كناش فايقين وصاحيين وواعيين وما اتغرناش وخدنا بقى الثقه الزايده بقى، وانتوا عارفين لعيبه الزمالك لما بتتغر هنشيل كتير هيكسرونا، هتبقى كسرة نادي الزمالك وهنرجع تاني للمراكز بقى ال 15 وال 16 وال 17. ليه؟ عشان احنا اتغرينا وما فوقناش. المفروض تفوقوا بقى من دلوقتي واعرفوا ان انتوا هتواجهوا الاهلي. الاهلي لو بيخسر كل يوم هيفضل هو الاهلي. الاهلي لو كل يوم بيقدم نتائج سيئة هيفضل هو اقوى فرقة، مش في مصر بس، ده في افريقيا. الاهلي مرعب يا جماعة، اوعوا تستقلوا بالنادي الاهلي. وانا بفكركم من دلوقتي وهفكركم النهارده اهوت يا جماعة. يعني احنا النهارده 12. انا بقى النهارده بقول لك قبل الماتش ب3 ايام بقول لك النادي الاهلي هيعمل علينا ماتش تقيل، وهفكرك بعد ماتش القمه. تعالى بقى عزيزي المشاهد، معلش بقى كده انا اسف، عايز ارد على الاخوه الاهلاويه المحترمين اللي طالعين يتكلموا في حال الكهرباء. يا جماعه انا وانا بعمل الرياكت امبارح على ماتش الاهلي وزد انا شفت حال الكهرباء. الهدف بتاع احمد عبد القادر اللي اتلغى عشان كهرباء كان متسلل. انا قلت في الرياكت ان الهدف تسلل، خلاص الموضوع خلص وانتهى. دي وجهة نظري عامه. ولو الكرة دي للزمالك وزيزو هو اللي جاب الجون وسيف الدين الجزيري هو المتسلل هقول لك تسلل. ليه؟ في تداخل تم من كهرباء كان بيحاول على الكرة، فهنا تسلل واضح. فلقيت الناس برضو سايبالي في التعليقات لا هدف احمد عبد القادر صحيح. يا جماعه انتوا عايزين نغشكم؟ يا جماعه انا بحب احترم عقول الناس، انا مش عاوز اطلع اكسب لقطه على حساب حاجه ما حصلتش. الكوره تسلل. الزمالك لما بيكسب بالتحكيم بطلع اقول لك الزمالك بيكسب بالتحكيم، ما بخافش من حد، لان دي وجهه نظري لازم أنا اقولها لان هتسال عليها امام الله. طب هنا الاهلي سجل هدف وهو تسلل يا جماعه. ولو انت مش مصدقني اسمع بقى الخبير التحكيمي اللي طلع على قناه الاهلي استاذ ناصر عباس، طلع حلل الحاله واسمع قال ايه وشابوه لقناه الاهلي.
شابوه لقناه الاهلي، وده اللي بيميز الاهلي عن اي نادي في الدنيا. النادي الاهلي بيطلع يتكلم كوره، النادي الاهلي لو ليه بيقول لك انا ليا، الاهلي لو عليه بيقول لك انا عليا، الاهلي لو مالوش هيقول لك انا ماليش. اسمع قناه الاهلي طلعت قالت ايه امبارح يا جماعه، عشان ايه نلخص موضوع الحاله دي ان كانت تسلل ولا هدف. اسمع. هنتكلم على الهدف اللي تم الغائه ونوضح ليه الهدف دي على قناه الاهلي امبارح. هنا الكره عبد القادر، وعبد القادر بيسجل هدف. الحكم المساعد هنا على طول اشار على تسلل لاسامه. طيب هل عبد القادر كان في تسلل؟ لا بالظبط كده. بس هنا بنقول اللاعب في موقف تسلل يا كابتن اسامه. واحده واحده بس واحده واحده. هنا بس خلاص. هنا كهربا في جزء من الجسم سابق يا كابتن اسامه لحظه لعب الكره من زميله. وهنا لو وقف كهربا ما عملش اي حاجه يا شيش، لو وقف خالص. صحيح. لو وقف خالص لم يتدخل مع المنافس كان الكره دي كانت ممكن تبقى هدف، ولكن هنا كهربا تدخل مع اللاعب اللي قدامه، تنافس مع اللاعب، وبالتالي هنا تسلل كان على كهربا في هذه الحاله. ده على قناه الاهلي يا جماعه، ده على قناه الاهلي والله. الناس طالعه بتتكلم كوره. ده بقى يا جماعه اللي بيميز الاهلي عن اي نادي في الدنيا. ما بيطلعش بقول لك احنا علينا مؤامرات كونيه والدنيا دي ضدنا، لا ده احنا كان لينا ويزيد في الزيطه واي حاجه عاوز ياخدها مش بتاعته. الاهلي مش كده، الاهلي منظومه محترمه، الاهلي منظومه كامله يا جماعه. انا ما رضيتش امبارح اطلع اقول لكم ان انتوا لكم هدف صحيح لان انتوا مالكوش. تعالى بقى نروح لكابتن خالد الغندور اللي طلع قال كلام امبارح ما يصحش اصلا يطلع من اعلامي ولا لاعب كره سابق، يعني كلام يطلع من ناس قاعده على المصاطب والله. يعني الكلام ده اللي قاله خالد الغندور امبارح بعد انتهاء مباراه الاهلي وزد والزمالك والاتحاد، الكلام اللي هو قاله ده يتقال على المصاطب لما اتنين اصحاب قاعدين على مصطبه، اتنين اصحاب قاعدين على القهوه، يطلع يقول الكلام ده. انما كلام يطلع من اعلام ولاعب كره زي خالد الغندور، طبعا انا مستغرب جدا. خالد الغندور طلع قال لك بعض الاهلاويه اتكلموا ان جنش مفوت للزمالك وعلي لطفي الكره في نص المرمى، وطبعا الاهلاويه مبسوطين. انا عايز ارد على خالد الغندور كزملكاوي لزملكاوي، بس انا مش هطلع هرتل واقول اي كلام، لا انا هرد عليك بالفيديو بالدليل. بس عايز اقول لك ان علي لطفي راجل بجد، راجل ادى مثال حي امبارح للانتماء. الراجل ده عنده انتماء للفرقه اللي هو بيمثلها. اي نعم هو بيعشق النادي الاهلي وبيعشق جماهير الاهلي، وجماهير الاهلي امبارح دعمته وهو بيسخن، وكلنا شفناه لما راح قعد مع مصطفى شوبير بعد انتهاء المباراه وازاي حضنوا بعض واتكلموا مع بعض وسلم على لعيبه الاهلي عشان هم اخوات، هم بيحبوا بعض. وده الفرق بين الاهلي واي نادي في الدنيا. ما بتحصلش ان لاعب يطلع من نادي الزمالك نلاقيه قاعد مع لاعب من نادي الزمالك، يعني لاعب مشي، يعني جنش ما شفناش جنش قبل كده قاعد مثلا مع محمد عواد، ما بيحبوش بعض. دي مشكله الزملكاويه، اللي بيسيب الزمالك وبيمشي خلاص بيقفل من ناحيه الزمالك ولاعيبه الزمالك، بيقطع علاقته بنادي الزمالك نهائيا خارج الملعب وداخل الملعب. طيب علي لطفي امبارح كان نجم النجوم بصراحه، راجل بقسم بالله لولا هو كان زد شال 3 ولا 4 من النادي الاهلي. يا جماعه تعالى بس نرد على خالد الغندور كده بالفيديو ونشوف مين اللي بيفوت ومين اللي ما بيفوتش. انا ما بقولش يا جماعه ان جنش بيفوت، ما بقولش ان علي لطفي بيفوت، بس انا هوريكم بعينيكم الصوره هي اللي هتتكلم. احكموا انتوا يا جماعه، احكموا انتم وسيبوا لي كومنت وسيبوا لي رايكم وقولوا لي ايه رايكم في اللي انتوا هتشوفوه. تعالى كده نشوف هدف اسامه ابو علي امبارح في علي لطفي. هل هي الكره فعلا في نص المرمى ولا لا؟ الكره سهله ولا لا؟ شوف كده معايا عزيزي المشاهد وركز معايا. اسامه ابو علي بيشوط، طبعا موديست والمدافع مغطي، الكره جوه. كره صعبه على علي لطفي، هيعمل لها ايه علي لطفي؟ فين بقى اللي في نص الجون يا كابتن خالد؟ انا مش عايز اعيد اللقطه اكتر من مره عشان الحقوق، عشان ما ناخدش مخالفه. بس تعالى بقى نروح لجنش. تعالى بقى انا اوريك تصديات جنش امام نادي الزمالك. يا جماعه انا هعرض لكم 3 اهداف، حاولوا تركزوا فيهم عشان مش هينفع اعيدهم عشان الحقوق، عشان ما ينفعش اعيدهم عشان ما ناخدش مخالفه. اتفرج يا كابتن خالد وقول لي ايه رايك. اتفرج على جنش، شوف جنش بيعمل ايه. الله الله على جنش. كورنر جابوا الكره اداها للمهاجم، محدش اتكلم ولا حد قال ان هو مفوت. بص بقى الفاول راح يمين وبعد كده رجع شمال عشان يلحق الكوره. طيب هنا ايه؟ هنا ايه يا كابتن خالد؟ يعني انت عاوز تقارن تألق على لطفي امبارح
يعني الراجل كان بينافس بمنتهى الشرف والامانه والاخلاق امام الاهلي. عاوز تقارن علي لطفي باداء جنش امام نادي الزمالك؟ يا عم انا ما بقولكش ان جنش مفوت، بس شوف الاهداف اللي بتخش في جنش، حاجه برضو عليها علامه استفهام. يا جدع انت، ده تامر مصطفى المدير الفني لنادي جنش لنادي فيوتشر جنش ايه بس، مرضاش يلاعب جنش الماتش الاخير امام الزمالك في ماتش الاياب بتاع الكونفدراليه. مرضاش. ليه مرضاش؟ لان جنش بيخش فيه اهداف ما تخشش في عيال صغير. ما ينفعش نقول على ده ان هو حارس اساسي ويستقبل اهداف زي دي من نادي الزمالك. وليه دايما ما بيستقبلش الاهداف دي الا من الزمالك؟ دي اخطاء جنش ما بتحصلش الا قدام نادي الزمالك. ما تطلعش بقى تقول على لطفي ومش على لطفي. تعالى بقى يا جماعه، عايز اسمعكم فيديو حاجه كده عظمه وحاجه للتاريخ. النادي الاهلي بيربي ابنائه على ايه يا جماعه؟ النادي الاهلي والله بيربى ابنائه على ايه؟ الواحد مستغرب جدا من اللي النادي الاهلي بيعمله. يعني منظر بقسم بالله يخلي الواحد جسمه يقشعر. بعد انتهاء مباراه الاهلي وزد، علي لطفي ومصطفى شوبير الاثنين قاعدين جنب بعض، اخوات. لا ومش بس كده، اسمع علي لطفي قال ايه على مصطفى شوبير، واسمع مصطفى شوبير قال ايه على علي لطفي. اسمع. لا طبعا الحمد لله طبعا على الماتش النهارده، ومبروك للنادي الاهلي ده. وكل سنه وانتم طيبين. الاول لا اوفا يعني مع بعض احنا بقالنا 6 سنين ولا 5 سنين واخويا الصغير، وده من الشخصيات الجميله، والحمد لله هو ماشي بشكل كويس الفتره دي، وبتمنى له التوفيق يا رب دايما في اللي جاي يعني. شفت تألقه ازاي بقى الفترة الأخيرة سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في الدوري، وانضمامه كمان لمعسكر المنتخب الأخير؟ لا احنا على طول مع تواصل مع بعض يعني، بنتكلم بعض على طول، وباركت له طبعا، وبعد كل ماتش بكلمه واقول له زي ما انت في المستوى اللي انت فيه وكمل، وان شاء الله. لا هو عشان بني ادم نضيف ومحترم وبيشتغل بس، فهو عشان كده ربنا بيكرمه يعني. جمهور النادي الاهلي النهارده اللي احسن استقبال علي لطفي، ودايما يعني جمهور النادي الاهلي ورا ابنائه حتى لو راحوا في انديه ثانيه، دايما بتمنى لهم التوفيق. تقول ايه للجمهور النهارده واستقباله الرائع ليك؟ طبعا بشكرهم طبعا على استقبالهم اللي اكثر من رائع كمان. اتبسطت جدا لما نزلت التسخين والجماهير نادت عليا، فانا بشكرهم جدا طبعا، وبتمنى لهم التوفيق دايما ان شاء الله، وبتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في افريقيا وفي اللي جاي، ويكونوا على طول في ظهر النادي وساندين النادي، وده العاده بتاع جماهير النادي الاهلي يعني. كابتن علي، واحنا كمان بنتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن مصطفى، يعني الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كبيره، وطبعا لقائك مع كابتن علي لطفي والكلام الجميل النهارده، يعني تقول له ايه بقى وردك على كلامه الجميل يعني؟ طبعا اولا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. كابتن علي مش انا اللي هتكلم على كابتن علي لطفي، راجل عمل تاريخ في النادي كبير، ومن قبل حتى ما يجي النادي راجل كان بينضم لمنتخب مصر من نادي انبي. مش انا اللي هتكلم عليه ومش انا اللي هديله حقه، ودينا شايفين النهارده المستوى كان هيضيع علينا الماتش، بس الحمد لله ربنا ستر في الاخر. لا طبعا هو دي حقيقه، هو على طول على تواصل معايا، يعني طلعت لك الشات بيني وبينه، ودايما بعد قبل كل ماتش يبعت لي بالتوفيق وركز 1 2 3 والنصائح، وبعد كل ماتش يبعت لي يبارك لي، واول واحد من اول الناس اللي بارك لي على انضمامي للمنتخب. وبعد كل ماتش حتى في الماتشات الكويسه، حتى يوم ماتش البنك لما ما كناش موفقين اول واحد لقيته مكلمني، وحتى في ماتشات المنتخب كان بيكلمني لما كنت بطلع بره السكور وما تزعلش. فهي في الاول وفي الاخر هي يعني العلاقه هي اللي بتدوم. هات لي بقى نادي في مصر او في افريقيا بيحصل في الحاجات دي. مش هقول لك هات لي نادي الزمالك لان ده صعب جدا، صعب جدا جدا. ده محمد عواد ومحمد صبحي كانوا بيتخانقوا مع بعض. لما كان محمد صبحي بينزل يشارك مع الزمالك اساسي، محمد عواد كان بيقول لهم انا مش هجدد، وكان بيعمل مشاكل وما كانش بيحضر تمرينات، وكان بيحصل زيطه وهيصه وزنبليطه. لما نادي الزمالك ما قدرش يحل المشكله دي، لو خدت بالكم كان بيلاعب محمد صبحي مش عارف في الدوري المصري، كان بيلعب محمد صبحي في الدوري المصري، وكان بيلعبوا عواد في افريقيا. لو خدت بالكم كان عواد بيلعب قاري ومحمد صبحي بيلعب محلي عشان يرادوا الاثنين اصلا ما كانوش طايقين بعض. ده بقى الفرق بين لعيبه الاهلي واي لعيبه في الدنيا. لعيبه الاهلي لعيبه نظيفه بتحب بعض، اهم حاجه عندها الكيان ان هو ينجح. مش مهم مين اللي هيقف جون، مش مهم مين اللي هيشارك، مش مهم انا هلعب على حسابه ولا هو هيلعب على حسابي، اهم حاجه نجيب البطوله. انا كده دور جاي وهاخد فرصتي مع النادي الاهلي، واكيد ربنا هيوفقني عشان انا من جوايا كويس. فالناس دي اهم حاجه عندها الكيان ان هو ينجح، اهم حاجه عندها الكيان ان هو ينجح يا جماعه، مش اهم حاجه عندهم ان هم اللي ينجحوا.
ده الفرق بين الاهلي والزمالك. لعيبه خلصت الماتش وقاعدين جنب بعض ما شاء الله، بقسم بالله حاجه تخلي الواحد جسمه يقشعر. هنا انا عاوز اقول للاهلي بجد شابوه، شابوه على تربيتك للعيبتك. انت ربيت وحصدت فعلا. المنظر بتاع النهارده اللي شفناه من مصطفى شوبير، اصغر حارس في النادي الاهلي النهارده مصطفى شوبير، حارس كبير جدا، حارس كبر في نظرنا، وعلي لطفي كبر في نظرنا. ليه؟ تربيتك ثمرت. لعيبه بتبعت او بتدي درس في الاخلاق والروح. دي الروح الرياضيه اللي احنا عايزينها يا جماعه. انا وانت طول ال 90 دقيقه منافسين، اول ما الحكم يصفر خلاص احنا اخوات وحبايب. الناس النهارده بتتغنى ببعض، مصطفى شوبير بيتغنى بعلي لطفي، علي لطفي بيتغنى بمصطفى شوبير. وعلى فكره مصطفى شوبير كان ليه موقف جميل جدا مع رامز، جاب من الاخر لما بيسال ابو جبل، بيقول له يا ابو جبل مين حارس مصر الاول، انت ولا الشناوي؟ قال له لا انا ابو جبل افضل من محمد الشناوي. لما سال مصطفى شوبير قال له لا محمد الشناوي. الناس دي يا جماعه بتكمل بعضها. وعايز بقى يا جماعه في النهايه اقول ان النادي الاهلي رسميا بقى عنده راس حربة تقيل، بقى عنده مهاجم تقيل اسمه وسام ابو علي. على فكره وسام ابو علي ايامه اللي جايه هنشوفه. ده لسه يا جماعه، ده هو لسه بيبتدي مع النادي الاهلي، ده هو لسه ما دخلش في المعمعه مع النادي الاهلي، لسه ما ظهرش بشكل كويس، او لسه اصلا ما جابش اللي عنده من الاخر. النادي الاهلي الفتره اللي جايه هيبين امكانيات اللاعب ده، واللاعب ده هيفاجئنا كلنا وهيبقى مرعب، هيبقى حاجه مرعبه زي عمر كمال كده امبارح كده يا جماعه. عمر كمال ده هيبقى داهيه، هيبقى مصيبه. عمر كمال ده يا جماعه هيبقى من اخطر اللعيبه داخل النادي الاهلي، هو ووسام ابو علي. يعني بص انا ما بتكلمش عن امام عاشور ولا بتكلم عن حسين الشحات، انا بتكلم على الناس اللي هي هتبقى عندها يعني لمسات دواء. عارف يعني ايه لمسات دواء؟ اللي هي بتخلص. عمر كمال انا شفت العرضيات بتاعته امبارح، حاجات كده يا جماعه ايه، ملبن مهلبيه، عايزه قناص زي وسام ابو علي. وسام ابو علي اول ما نزل عمر كمال عمل له واحده، عملها بند، علي لطفي طلعها، ودي صعب جدا على اي حارس يطلعها يا كابتن خالد يا غندوريا اللي بتقول الكره في نص الجون. اتفرج يا جنش وشوف علي لطفي بيعمل ايه. اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا يعني ايه منافسه بجد، يعني ايه انتماء للفرقه اللي انا بمثلها. فيا جماعه الاهلي بقى عنده عمر كمال وعنده وسام ابو علي، الاثنين دولت ايامهم اللي جايه. انا ما بتكلمش بقى عن باقي اللعيبه، لا انا بتكلم عن لاعبين اتنين كده ظهروا فجاه. وسام ابو علي امبارح اثبت ان هو مهاجم تقيل. عمر كمال اثبت ان هو احق ان هو يلعب على حساب محمد هاني. وكريم فؤاد احق ان هو يلعب على حساب طاهر محمد طاهر. وعلى فكره كريم فؤاد احق ان هو يلعب في ماتش القمه. ليه؟ لعيب تقيل، لعيب لياقه ما شاء الله، لعيب عنده حلول، بيخش ال 18 يجيب جوان يا جماعه. كريم فؤاد ده في حته تانيه خالص. كريم فؤاد ده لاعب تقيل يعني بجد، يعني انا خايف لا يدفع بيه في ماتش القمه، واكيد هيلعبه، اكيد هيبدا بيه في ماتش القمه، لان اللي زي كريم فؤاد ده حرام يقعد. طبعا عزيزي المشاهد انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك وشير. استنوا في حلقه جايه، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.